ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا ريتاج اولى طب بيطري. النهارده الفيديو مختلف ومتحمسه له جدا كده زي ما انتم شايفين، لانه من اجمل اللحظات اللي بنعيشها كلنا مع بدايه كل سنه. النهارده هوريكم من الحاجات اللي جبتها للكليه. بصراحه هي ما كانتش كليه احلامي، بس انا مبسوطه جدا، كنت مبسوطه جدا وانا بجيبها، متحمسه جدا لاول يوم كليه. فعيشوا بقى معايا لحظات وانا بجيب حاجه الكليه، وخاصه البالتو لان هو شكله عاجبني قوي، لانه شكله كيوت كده واللوجو بتاع البالتو اصلا مفاجاه. فتعالوا بقى نشوف انا جبت ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. هنقسم الفيديو نصين، نص الحاجات انا جايباها ليا مشتريات عاديه، وكمان النص التاني للحاجات الكليه البالتو والادوات بتاعتها. اول حاجه جبتها وهي الشنطه دي، وهي عباره عن سوستتين، سوسته قدام صغيره كده، هي مش صغيره قوي بس يعني يتحط فيها اللانش بوكس. طبعا هتستغربوا ان انا بقول اخد معايا اللانش بوكس وان انا مش صغيره بقى في الجامعه وكده، بس جامعتي في اخر اسكندريه اصلا يعتبر، فهصحى وكمان هصحى بدري، فلازم يكون معايا اللانش بوكس بتاعتي، ما ينفعش انزل من غيرها اصلا في المكان ده. نيجي بقى للسوسته اللي ورا، ودي هحط فيها سكتش والقلمه والحاجات اللي هاخدها معايا، وكمان الجيب ده هحط فيه الميه. وبصراحه انا مش بحب الشنط اللي بيبقى فيها صوصات كتير، بحسها ان هي اوفر قوي، وبحب ان هو الحاجات تكون مع بعضها كده. وتاني حاجه جبتها وهي الشنطه دي، هي صغيره بس انا ما اعتقدش اصلا ان انا اروح بيها الكليه خالص، لاني مش هستغنى عن اللانش بوكس والميه. هي شنطه صغيره كده وهي فيها سلسله من هنا، وفيها كمان حزام من جوه بيتركب فيها طبعا، وانتوا طبعا عارفين يعني، وهي متقسمه كمان لجزئين كده من جوه، فحلوه يعني وعجبتني. وكمان جبتهم الاتنين اسود لاني بحب اللون الاسود، كمان بحس ان هو بيمشي مع كل اللبس بتاعي. وتالت حاجه جبتها بقى معاهم هو البوكس الصغنون ده، هو شكله عجبني اصلا لان شكله كيوت وكمان لونه كيوت. بصوا اصلا شكله عجبني الدبدوب الصغير ده اللي فيه. جبت كمان من نفس المكان الكوتشي ده، هلبسه اول يوم كليه، وكمان هيليق مع البلطو لان هو اصلا لونه بينك وابيض، وانا كمان بحب اللون ده اصلا قوي. بس طبعا مش هوريكم انا هلبس ايه اول يوم كليه، لان حاسه ان هو مش هيبقى حلو قوي لو وريته لكم دلوقتي، فهوريلكم لما البسه اول يوم كليه. ندخل بقى على شويه حاجات كده مختلفه، وهو اغلبكم اصلا بيجيبها، وهي اولهم الوايبس. انا بستخدم الوايبس كتير فجبت اللي هي الكبيره، واعتقد اني اصلا هخلصها كلها دي في اول اسبوع. تاني حاجه جبتها وهي قلم جل، لاني بحب القلمه الجل، بس اعتقد اصلا ان انا مش هستخدمه كتير لان انا اصلا مش بحب القلمه الزرقاء ومش بحب القلمه الجاف. فجبت القلم الرصاص ده السنون، لاني بحب اكتب اكتر بالرصاص، وجبت كمان السنون بتاعته معاه. وجبت كمان الكوريكتور ده، وجبته صغير لاني اصلا مش هستخدمه كتير، لاني مش زي ما قلت لكم مش بستخدم القلم الجاف كتير، وبكتب اكتر الحاجات اللي بكتبها بالقلم الرصاص. وجبت كمان النوت بوك دي، حاسه شكلها كيوت جدا ولونها كمان رقيق وحلو قوي. مش عارفه هي واضحه عندكم ولا لا، بس هي شكلها كيوت قوي، والحاجات اللي كمان مرسوم عليها جميله جدا، وكمان ورقها من جوه منظم جدا. وندخل بقى على السكتشات اللي جبتها، وده اول سكتش جبته وحبيت اجيبه متقسم، لان هو الدفعات اللي قبلينا قلنا ان هو هنحتاج سكتش واحد نكتب فيه كل المواد بس نكون مقسمينه، فانا حبيت من البدايه بصراحه اجيبه متقسم. وكمان جبت معاه السكتش ده، هو انا جبتوش متقسم اصلا زي التاني، بس شكله عجبني قوي عشان كده حبيت اجيبه. وكمان هحتاجه مع التاني لاني اصلا ما اعتقدش ان المواد كلها زي ما قالوا هتكفي في سكتش واحد. بس كده، وندخل على حاجات الجامعه بقى اللي انا متحمسه اصلا استخدمها جدا. ودي اول حاجه جبتها وهي شنطه طب بيطري. دلوقتي هوريكم كل المحتويات اللي جواها. دي اول حاجه في الشنطه، وهي الماسك بتاع الانابيب. مش عارفه ليه اصلا حاساه تقيل قوي، يعني لو مسكت بيه الانبوبه ممكن تتكسر، بس اكيد هم هيعلمونا يعني نعمل ايه ونمسكها ازاي. تاني حاجه وهي القطاره دي، بيكون جاي 10 كده مع بعض. انا معرفش الصراحه هنستخدمه في ايه، بس تقريبا هنستخدمها في ان احنا ناخد المواد ونحطها في الانابيب اللي انا هوريها لكم دلوقتي. وهي الانابيب مش عارفه هي واضحه عندكم ولا لا، بس دي هنستخدمها بقى في اللي احنا نحط فيها المحاليل والمواد وكده. ودي هم حاطين في الشنطه منها 10 زي كده القطارات. وده كده الحامل بتاع الانابيب، بس انا مفتحتوش بصراحه عشان لسه مش عارفه اركبه ازاي. لما نروح بقى الكليه وكده الدكاتره هم اللي يقولنا هنركبه ازاي، او زمايلنا اللي اكبر مننا مثلا في تانية او تالتة او كده هيقولنا ان هو نستخدمه ازاي ونركبه ازاي. وكمان في الشنطه ده، بس بصراحه لسه مش عارفه استخدمه في ايه، برضو دي حاجات هتعلمها في الكليه اللي انا هستخدمه في ايه.
وكمان ده موجود في الشنطه، بس بصراحه مش عارفه استخدمه في ايه برضو. انا اعتقد اني مش عارفه، مفيش اي اصلا حاجه هنا عارفه اني هستخدمها في ايه. ودي برضو بس غالبا هقلب بيها المحاليل في الانابيب. دي بقى اللي انا كنت مفكره اصلا ان هو الانابيب بعد ما استخدمها هتترمى، كل انبوبه هستخدمها هرميها. بس طلعت المكان اللي جبت من عنده طنط اللي كانت واقفه قالت لي ان دي هغسل بيها الانابيب، وقالت لي ان القلمه دي هتساعدني في الاناتومي اللي هي الالوان دي. كمان في لون احمر اهو، وفي ترمومتر بقى ده اللي انا مش عارفه هيقيس ازاي بيه الحيوانات. مثلا لو بقره هيتقاس لها ازاي الحراره اصلا، ولا حمار ولا حصان، كل الحيوانات اللي هي الكبيره دي هستخدم ازاي اصلا الترمومتر ده اللي انا اقيس لهم بيه. شكلنا هنشوف ايام حلوه قوي. فيلا بقى اقفله وارجعه مكانه لحين استخدمه. وبصوا بقى المفاجاه دي، كل دي ابره هدي بيها الحيوان، هدي ابره الحيوان بالسرنجه الكبيره دي، اللي هو انا مش عارفه برضو ازاي هستخدمها وازاي هدي حيوان بالابره دي كلها. وبعد كده بقى ادوات تشريح اللي هي المشرط والمقص، وفي بتاعه كده مش عارفه هي ايه اصلا، بس اعتقد دي بتثبت الفار او الحاجه اللي هنشرحها. وده شكلها من قريب. وفي كمان كان في الشنطه العدسه دي، في كمان الشبكه دي، واعتقد ان هي بتعزل الحراره عن الانابيب. واللي عامل زي العدسه دي اعتقد بيتحط عليها الاملاح. واخر حاجه كانت موجوده في الشنطه وهي الكيسه دي، حاطين لنا فيها جلافز وماسك، وفي اللي هو بيتلبس في الكوتشي. في حاجه كمان هنا اهي بس مش عارفه هي ايه دي بصراحه ولا استخدمها ازاي. وبس كده نكون خلصنا الحاجات اللي موجوده في الشنطه. اخر حاجه بقى وهي اكتر حاجه انا متحمسه لها اصلا، وهي البلطو. بصوا اصلا اللوجو بتاعه جميل ازاي، شكله كيوت قوي اصلا. بجد اكتر حاجه اصلا انا متحمسه ان انا اروح الكليه عشانها، عشان البسه وبس، لان اللوجو بتاعه شكله كيوت جدا. واكيد لما البسه برده هتصور بيه في الكليه هبقى اوريكم الصور. وبس كده دي كانت الحاجات اللي جبتها للجامعه. قولي رايكم فيها، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وقولي كمان قولي رايكم في البلطو وفي اللوجو بتاعه. وبس كده، باي باي.